بص يا صاحبي، عمرك حسيت ان حياتك بتتكرر كل يوم؟ كل ما تقول خلاص المرة دي هبدأ بداية جديدة تلاقي نفسك رجعت لنفس النقطة. انا زيك بالظبط على فكرة، وكل مرة اقول دي البداية واشتغل شوية كده الاقي نفسي رجعت تاني من الاول. طب ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيخلينا نرجع لنفس النقطة؟ تعالوا نتكلم النهاردة ببساطة ونفهم ليه بنفضل نلف في نفس الدايرة، وهنعرف كمان ازاي نخرج منها بخطوة صغيرة وبسيطة جدا. يلا بينا نبدأ. خلينا اشرحها لك بمثال بسيط. تخيل انك ماسك كوباية مية كده، بس الكوباية دي فيها شوية تراب. مهما تنظف الكوباية من بره المية جوه هتفضل معكرة، صح كده؟ بنحاول نغير الحاجات اللي حوالينا، مثلا الظروف، الأماكن، وحتى الناس، لكن بننسى نشتغل على الحاجات اللي جوانا زي القلب والعقل، ولو فيهم مشكلة هيفضلوا يسحبونا لنفس النقطة. الحل نبدأ نشتغل على نفسنا من جوه. ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. الكلام ده بسيط وواضح جدا. لو احنا مش بنحاول نغير اللي جوانا، اي حاجة حوالينا هنحس انها هي اصلا، يعني مفيش تغيير. فالتغيير اللي بيدوم مش هيبدأ من مكان جديد او ناس جديدة، لكنه هيبدأ لما ننظف الكوباية من جوه. بالظبط كده، ساعتها حياتك كلها هتبدأ تتغير. بص يا صاحبي، اقعد مع نفسك كده واسأل: ايه الحاجة اللي كل مرة توقعني؟ يمكن تكون عادة سيئة او تفكير معين او حتى حاجة بتعملها من غير ما تاخد بالك. لما تعرف السبب نص الحل بيكون جه. وبعد كده يا معلم ابدأ بخطوة صغيرة. مش لازم تغير حياتك كلها مرة واحدة، خد خطوة بسيطة كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال أدومها وإن قل. يعني حاجة صغيرة جدا لو بتعملها باستمرار أحسن مليون مرة من حاجة كبيرة تعملها مرة وتقف. ما تستسلمش، ابدأ. تغيير رحلة طويلة وهتلاقي نفسك بتقع وتقوم كتير. المهم انك ما توقفش، كل مرة تقع قوم تاني. التغيير مش في الكمال، التغيير في المحاولة المستمرة. عارف يا صاحبي، كلنا بنغلط، مش لوحدك اللي بتحس انك مش قادر تغير حاجة، بس كل مرة بتحاول فيها حتى لو المحاولة كانت صغيرة انت بتقرب خطوة من حلمك. المهم انك ما تقفش عند الغلط، سامح نفسك وحاول تاني. لو اخدت خطوة بسيطة النهاردة دي بداية جديدة ليك. وفي الاخر خليني اقول لك حاجة تدخل القلب: ابدأ بحاجة صغيرة جدا، مثلا ذكر بسيط، تغيير عادة صغيرة، او حتى حاجة تعملها لنفسك بحب. التغيير اللي بنبدأه بهدوء وبخطوات صغيرة هو اللي بيستمر. خليك فاكر ان ربنا بيشوف كل خطوة بتاخدها مهما كانت صغيرة. فابدأ النهاردة وافتكر: خير الأعمال أدومها وإن قل. أشوفكم في الفيديو جاي. ولو عملت أي خطوة صغيرة النهاردة شاركها معانا في الكومنتات. كلنا هنا أصحاب وبنسند بعض. ما تنساش تشير الفيديو مع أصحابك، الدال على الخير كفاعله. يلا سلام لحد ما أشوفكم تاني.